السلام عليكم، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتي وقناتكم مطبخ أمية السواويشه كويزين. الوصفه ديال اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الحريشه للكوتي ولا الفطور. كتوجد بسرعه، يعني في رمشه العين كتكون الحرشه ديالنا جاهزه. على ما توجدوا البره ديالها حتى كتكون الحرشه جاهزه وبالمكونات او بالمقادير مضبوطه، وكتطلع احسن من اللي كنجيبوها من برا. وتبعوا معايا الفيديو حتى النهايه باش تشوفوا المقادير وتشوفوا الطريقه ديال التحضير. وما فيها باس خوتي، الله يخليكم الا شجعتوني بشي لايك ولا البصيمه ديالكم، الله يبارك فيكم. وندوزوا المقادير والطريقه التحضير. عندي هنايا 750 ديال السميده رقيقه اللي هي خاص بالحرشه. انا عبرتها بالميزان 750 غرام، وغادي نعبر معكم بالكاس. اللي ما عندوش الميزان يعبرها بالكاس. عبرت فيها 6 ديال الكيسان د العنبه من السميده اللي هي خاصه بالحرشه، ماشي الفينو وماشي الغليظه، يعني رقيقه، السميده رقيقه اللي هي خاصه بالحرشه. غتضيف على السميده 2 معالق صغار ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وممكن تعوضوها بالمعلقه كبيره ديال العسل. وغادي نضيف عليهم نص معلقه صغيره ديال الملح، والملح ديما كيبقى على حسب الرغبه. وغنخلط السميده مع الملحه والسكر مع بعض، غنخلطهم مزيان. يعني غادي نخلط داك المواد او المكونات الجافه كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف عليهم الزيت النباتي او الزيت المائده. عندي هنايا اكثر من نص كاس غير بشويه، واقل من كاس الا ربع بشويه. يعني عندي ما بين كاس الا ربع ونص كاس ديال الزيت غادي نضيفه على السميده. وغادي نبسبسها مزيان حتى ديك السميده ديالي كلها الحبيبات ديالها كاملين يعني يتلبسوا لي بالزيت او يتقاسوا لي بالزيت. وغادي ناخذ منهم 3 ديال المعالق كبار عامرين، نديرهم في شي وعاء ونخليهم على جنب. وغادي نضيف عليهم الساشي ديال بيكين باودر او الخميره الحلويات من فئه 8 غرام. وغادي نضيف عليهم معلقه صغيره ممسوحه من خميره الحبيبات او الخميره الفوريه. وغادي نخلط العناصر مزيان مع بعض. غادي نضيف عليهم الكاس الاول ديال الماء عادي غير من الروبيني ماشي دافي. وغادي نضيف عليهم الكاس الثاني، وهذا الكاس الثالث. يعني خدات مني 3 د الكيسان ديال الماء عادي غير من الروبيني ماشي دافي. وغادي نجمع العجين ديالي غير بالطرف ديال الاصابع ديالي، يعني ما غاديش نقيسها بالكف نهائيا، غير بالطرف الاصابع. كنبقى نخلط العجينه ديالي بشويه غير باش داك الماء يعني داك السميده كامله توصلها الماء، ما تبقاش هي السميده ناشفه في شي جهه. كيف ما كنخلطها غير بالطرف ديال الاصابع فقط وغير بشويه، يعني غير بالراحه كيف ما كتشوفوا، حتى نتحصلوا على هاد القوام هذا كيف ما كتشوفوا. يعني ما تكونش مرخيه وفي نفس الوقت ما تكونش قاصحه، تكون يعني شويه، ماشي تكون يعني خفيفه بزاف وما تكونش قاصحه. وغنخليها على ما نوجد المقله ديالي. انا عندي هاد المقله هادي ديال رقم 9 في القطر ديالها 30 سنتيم. غادي ندهنها بالزبده كيف ما كتشوفوا، يعني نلبسها بالزبده مزيان، يعني ما نخلي حتى في داك الجوانب ديالها، ندهنها بالزبده كيف ما كتشوفوا. وغادي نجيب داك السميده اللي انا كنت مخلياها على جنب، وغادي نبقى نرشها وندوز بيديا على داك التحت، يعني داك الزبده كامله نغطيها بداك السميده كيف ما كتشوفوا، نغطيها بداك الخليط ديال السميده اللي انا كنت مخليها على جنب. وغادي نضيف فيها العجين ديالي كيف ما واضح في الصوره. ولهنا العجينه راها رطبه، يعني ماشي ما خليتهاش بزاف، غير على ما وجدت المقله فقط. وكنبقى نقرصها او نسرحها كيف ما كتشوفوا، يعني نبقى نبسطها. وملي كنحس بيديا لصقات كنجيب شويه، كندير يديا بشويه ديال الماء حتى كنقرصها، نقرصها شي شويه، يعني كنطلقها شي شويه. ومن بعد كنرشها بالسميده اللي انا كنت مخلياها على جنب كيف ما كتشوفوا.
كنرشها كنقادها بيدي مزيان، ونحاول نرش حتى لديك الجوانب ديالها باش ما تلصقليش في المقله. كيف ما كتشوف كنحاول نقادها بيديا، المهم كنحاول نقادها باش تجيني متساويه، ما تجيش واحد الجهه طالعه واحد الجهه هابطه. ومن بعد كنجيب واحد المعلقه وغير بالظهر ديال ديك المعلقه كنبقى نقاد بها داك الحرشه ديالي من الفوق باش ما تبقاش متراسيه فيها داك الاصابع ديالي. وفي نفس الوقت كنبقى نقاد ليها الجناب كيف ما واضح في الصوره باش يجيني الشكل ديالها زوين، ما يجينيش داك يعني متشقه او فيها داك التشققات في الجناب ديالها كيف ما واضح في الصوره. كنبقى نقادها مزيان. كيف ما كتشوفوا كنحطها على النار ما تكونش عاليه بزاف، وفي نفس الوقت ما تكونش مهيله، يعني تكون متوسطه ما بين مهيله وما بين عاليه. وكيف ما من بعد كنحس بها تحمرات كنبقى ندورها باش تجيني كلها محمره. ملي كنحس بها كتكون بغات كتطلع كدير في واحد الفقاعات في الوسط، كنجيب شي خشبه ولا شي طبسيل عندكم ولا اي حاجه تقلو بها، كنضغطوا عليها شويه باش تجينا مقاده، ما تجيش مرفوعه من الوسط تجينا خاويه. وفي نفس الوقت كنبقى ندور داك المقله من الجوانب باش داك النار كامله تجي في الجنب، يعني باش تجي محمره لنا من الجوانب كامله. كيف ما كتشوفوا كنبقى ندور في المقلات ديالي، وملي كنحس بها بان تحمرات من التحت غادي نهز داك هذا وغادي ندير شي حاجه. المهم غتقلبوها هي ما في شي طبق ولا كنقلبوها. وكيف ما كتشوفوا النار كتكون مهيله ماشي عاليه. من بعد ما غادي نقلب الحرشه ديالي وغادي نردها للجهه الثانيه باش تحمر لي من الجهه الثانيه. كيف ما كتشوفوا راه جات محمره، جات زوينه، واخا فيها كتبان في الاضاءه راه محمره بزاف ولكن هي جات هي هذيك. وفي نفس العمليه تاني غنبقى ندور المقلات ديالي من الجهه الاخرى باش تجيني متحمره مقاده. صافي هنا غادي نحيدها من فوق النار. كيف ما كتشوفوا الحرشه ديالي كتجي على هذا الشكل هذا، ما شاء الله كتجي محمره من جوج جوايه يعني من جهتين كيف ما كتشوفوا. وكتجي شاده في راسها، يعني ماشي غير كتهزوها كتبقى تفرتت ليكم، كتجي من برا مقرمشه ومن الداخل كتجي هشيشه بزاف. كيف ما كتشوفوا كيف كتجي من الداخل كتجي من اروع ما يمكن، كتجي يعني صراحه جات الحرشه رائعه بزاف. وكيف ما كتشوفوا من الداخل كتكون هشيشه ورطبه، ومن برا كتكون يعني مقرمشه ومحمره من جوج جوايه. ونقدموها مع الزبده بلديه والعسل ولا غير بالعسل ولا تاكل ولا يعني تناولوها بالفرماج. يعني كتجي في الصراحه كتجي من اروع ما يكون، جات غزاله بزاف الفطور ولا الكوطي. الصراحه الحرشه جات من داك الشيء الرفيع. ونتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وما تبخلوش عليا الله يخليكم باللايكاتكم وتعليقاتكم المحفزه. واللي مازال ما مشترك يشترك في القناه ويفعل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. ولا كنتم مشتركين مرحبا بكم معايا، ويا ربي نكون عند حسن الظن ديالكم. وخليتكم على خير والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.